بصراحة طاجن حكاية بجد ورواية، وبصراحة فيه فن وإبداع جميل جدا. ونصيحة مني جربوه وشوفوا الطاجن ده بيتكلم عن ايه. بس أهم حاجة قبل أي حاجة ما تنسوش تعملوا اشتراك على قناتي. ويلا بينا نشوف الطاجن ده فيه ايه. يلا بينا. أول حاجة عندي طبعا جبتها وهي نص كيلو من اللحمة المفرومة. وبعد كده جبت عندي مية البصل اللي هو على قد 3 4 بصلات وبشرتهم كويس بالشكل ده. خليت المية لوحدها والبصل لوحده. جبت عندي ربطتين من الكزبره. في ناس بتحط بقدونس وفي ناس بتحط كزبره، انا من الناس اللي بحب احط كزبره. بعد كده جبت عندي الكبه اللي هفرم فيها، وهي نزلت بعديها باللحمه المفرومه، وراها على طول نزلت بالبصل المبشور اللي هو مفيهوش نقطه ميه بصل عشان يعمل معايا الكفته كويس جدا. بعد كده اجيب عندي الكزبره وافرمها كويس عشان تسهل معايا العملية الفرم في قلب اللحمة، عشان تديني القوام اللي انا عايزه وما تبقاش معصلجة معايا في قلب السكاكين او في قلب الكباب بالشكل ده. بعد كده انزل بالكزبرة، وبعد كده اتبلها بالتوابل العادية البسيطة جدا، اللي هو مثلا سنة توم باودر، سنة فلفل اسود مع سنة كزبرة. وما تبقاش توابل كتير عشان خاطر ما يبقاش فيها توابل قوي. بعد كده ابدا ان انا افرمها بالتدريج بالشكل ده. اهم حاجه لازم اسيسها من فوق ولتحت، وافضل اقلبها من فوق لتحت عشان اللي فوق يجي تحت واللي تحت يجي فوق، عشان تبقى العمليه سهله معايا ويبقى كله اتفرم مع بعضه بالشكل ده. وابدا ان انا اهدي واسرع واتاكد ان هي فعلا ريحتها حلوه، واتاكد كمان ان هي فعلا كله تمام. طبعا لما اتاكد ان هي كويس افضل وما استعجلش عليها. وبعد كده ابدا ان انا افرمها كويس لحد ما اتاكد ان هي كويس، واخليها في التلاجة ترتاح براحتها. طبعا بعد ما اتاكدت ان هي خلاص هتبدا ان هي تمام، ابدا ان انا احطها في التلاجة واسيبها في التلاجة. كل ما تشمع بدري وكل ما تبقى احسن، كل ما تركنها في التلاجة افضل. طبعا جبت عندي سيخ اللي هو بتاع الفرن او سيخ شوايه، وابدا ان انا اصبعها واستخدم ميه البصل اللي انا ابل فيها القلفز او ابل بيها ايدي عشان ابدا ان انا اصبعها بالشكل ده، واخليها ترتاح براحتها. حرفيا يا جماعه انا مش كويس قوي في التصبيع، بس بصراحه شغلي فاخر من الاخر. وابدا ان انا اصبعها لحد ما تديني الكميه اللي انا عايزها. حرفيا الكميه دي اتعاملت معايا كميه كبيره جدا، مش ده بس، لا ده كميه ارتاحت معايا. سبتها تشمع، وعلى ما تشمع بصراحه براحتها بصراحه بدات اجيب الخضار اللي انا هعمل بيه الخضار بتاع الطاجن، اللي هو بصل وطماطم وفلفل حامي وفلفل رومي وكزبره وتوم، وطبعا 3 حبات من البطاطس بالشكل ده. وابدا انا اعمل كله دوت سلايز ناعم قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه. جبت البصل ووراها على طول جبت اللي هو الفلفل، ووراها على طول جبت البصل. وبعد كده جبت قصدي معذرة جبت البطاطس، وجبت الفلفل الحامي. مش هحط فلفل حامي بصراحة كله، احط حاجة بسيطة نص كويس عشان ما يبقاش سبايسي قوي. بعد كده اجيب البطاطس واقطعها كلها قوام واحد عشان ما يبقاش واحدة مستوت وواحدة ما استوتش. واخلي اخر حاجة وهي الطماطم. طبعا التوم مش هفرمه، يا دوبك بس اقسمه على نصين، اي تقطيعه مش هتفرق، ومش هفرمه خالص. بعد كده ابدا اجيب الطماطم نفس التقطيعه وهي سلايز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هيطلع معايا الخضار كله بالشكل ده. طبعا الكزبره والفلفل والطماطم والبصل والبطاطس والثوم بالشكل ده. ابدا اجيب عندي طاسه وديها معلقتين من الزيت، مش هستخدم الزيت ده خالص. وابدا ان انا اجيب الكفته بعد ما اتشمعت براحتها. كل ما تطول في التلاجة كل ما تديك تيست احلى. وابدا ان انا انزل بيها واحده واحده كده، وابدا ان انا اقلبها. وبعد كده بعد ما تستوي معايا كويس، اللي هو يعني ايه سوا حلوه قوي عشان ما تبقاش نيه من جوه. يعني حوالي مثلا تبقى السوا بتاعها مثلا ميديوم ويل، ما تبقاش ويل دان، او ممكن تبقى ويل ماشي عشان ما تبقاش ناشفه، تبقى جوسي شويه. بعد كده هرفع الكفته معايا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي خلاص، وانزل بالبصل بتاعي على نفس الجوس اللي انا عملت بيه الكفته. البصل هيستوي شويه ويتحمر شويه، وابدا ان انا انزل وراها على طول بالبطاطس لما احس ان البصل خلاص بدا يدبل بالشكل ده. بس اهم حاجه قبل ما انزل بالبطاطس اتبلها بسنه فلفل اسود وسنه كزبره برده. وبعد كده اقلب ده كله كويس جدا. لازم اهم حاجه ما اكترش في التوابل في الطاجن ده. انزل بالبطاطس بالشكل ده، وبعد كده بقى انزل بقى بايه التركايه، وهي ميه البصل بتاعتي. هتدي ريحه حلوه قوي. بس ميه البصل دي اهم حاجه ما تركنهاش في التلاجة. واحط الطاسه واغطيها، هتطلع معايا الشكل اللي انتوا شايفينه ده واللون ده. اديها تقلبتين، وبعد كده ابدا انزل بالخضار بتاعي اللي هو الطماطم والفلفل الحامي والفلفل والثوم. طبعا نزلت بيه كمان مع البصل او بعد البصل على طول، بس نسيت اوريه لكم.
وبعد كده نزلت بالخضره بتاعتي، وبعد كده اغطي ده كله واديله ورقتين لورا، وطبعا اديها مرقه لحمه، وبعد كده اديها سنه بابريكا، وبعد كده اديها وحدتين حبهان، واقلب ده كله كويس جدا. وبعد كده لما اشم ريحه كانت جميله بصراحه. اللي ظبط الريحه بقى وهي ميه البصل. اغطي ده كله هتديك لون جميل قوي. شفت اللون مع البصل والبصل لوحده، وشفت اللون لما كله اتمكس بقى عامل ازاي، في اختلاف كتير جدا. اتاكدت ان البطاطس استوت، هدوق الطعم تمام اوكي، ريحه تمام، يبقى يلا بينا هنعبي الطاجن. بعد كده ابدا انزل بكل ده في قلب الطاجن بالشكل الجميل التحفه ده. صراحه كانت ريحه روعه. وابدا طبعا اجيب الطاجن واهزه كده كويس جدا، وبعد كده ابدا انزل بالكفته في قلب الطاجن بالشكل الجميل ده. عارفين يا جماعه الطاجن كان حكايه بجد، كان فيه ابداع، كان فيه فن. وبعد كده ابدا انزل بالكزبره، وبعد كده بقى التركايه وهي العجينه بتاعتي. هكتب لكم وصف العجينه في اخر الفيديو او في اي كومنت عندي. ابدا افرد العجينه بتاعتي بالشكل دوت، عجينه عيش عاديه، وابدا افردها كويس جدا واخليها رفيعه خالص جدا، يعني يكون سمكها مثلا سنتي ونص 2 سنتي، عشان تستوي معاك وما تبقاش معجنه. صراحه كان طعم الطاجن ده حكايه. وابدا ان انا افردها كويس جدا من فوق ومن تحت واسويها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا انا بحكم ان انا بعرف استخدم الحاجات دي كويس وفيها فن وابداع، ما خليتش مكاني وسخ. بعد كده انزل ببقيه العجينه، وبعد كده اجيب عندي حوالي 3 صفار من البيض، وبعد كده ابدا ادهن العجينه من فوق بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. ادي صفار البيض هيديك تيست حلو قوي. بعد كده ادخله الفرن، اخلي مثلا الفرن الشوايه، وطبعا الفرن الارضي، يعني مش عالي تحت ولا عالي من فوق، عشان انا عايز اللي يستوي هو العجين بس. هدخله الفرن بالشكل اللذيذ دوت لحد ما يطلع معايا بالشكل التحفه اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي بعد ثانيه واحده. هو ده حرفيا يا جماعه طاجن كان حكايه، وكان روعه، وكان فيه ابداع وفيه فن وفيه تريكات. يا ريت الناس كلها تجربه. بصراحه كان كله زبده كده وفيه تريكات جميل قوي. شايفين كان كله بيبقبق، وحلاوته بقى لما تاكله وهو سخن. انا خليته يبرد شويه عشان ما يبقاش حامي. بصراحه كان طاجن حكايه فعلا. وكلته على الترابيزه، كان كلته طبعا معاها مع الرز، وكلته مره بالعيش اللي هو العجينه اللي انا كنت عامله على الطاجن. كانت الحاجه مستويه زي ما انتم شايفين كده. ما تنسوش تقولوا رايكم بصراحه في الفيديو ده، واتمنى ان انتم تجربوه تاكلوه مثلا مع رز مع عيش. بصراحه كان جميل. بس اهم حاجه وده كله بعد ما يعجبكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا اشتراك على قناتي يوتيوب رامي سعد محجوب. اشوفكم في حلقه جديده ووصفه جديده وطبق جديد. بصراحه كان طبق روعه الروعه. اشوفكم حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شاو.